صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. اتكلمنا في فيديو قبل كده ان في 3 مبادئ بيلخصوا حاجات كتيره قوي في علم الاداره، اللي قلنا عليهم ما لا يقاس لا يضار، وما لا يضار لا ينجز، وما لا يضار لا يتحسن. 3 كده بيزكس علم الاداره قال لك تبقى تعملهم. معنى كده ان علم الاداره بيقول لي دير بالارقام. سهل قوي، ياه انا هحط الارقام وندير بالارقام. هقول لك لا، مش سهله. مش سهله ازاي؟ ده رقم، انا هحط رقم ونجري ورا الرقم. المشكله ان احنا لو مش محددين الرقم بشكل واضح فاحنا ممكن نلعب ببعض. ايه ده؟ نلعب ببعض؟ انت ما تعرفش ان انا ممكن اتلاعب بالارقام ازاي. على فكره انت لما تقولي ان الترابيزه دي 3 في 5 فهي فعلا 3 في 5. ايوه بس انا قلت لك 3 في 5، هم 3 سم ولا 3 متر؟ هم 5 سم ولا 5 متر ولا انش؟ فبالتالي انا ممكن العب لك بالارقام. انا ممكن اجي اقول لك ايه، احنا عملنا احصائيه في مصر ولقينا ان 87% من الاطفال بيفطروا قبل ما ينزلوا يروحوا المدارس. هتيجي تسمع الرقم ده تبص لعيالك، لا ده ما بيحصلش، انتوا ايه الرقم اللي انتوا جايبيني ده؟ اقول لك اصل احنا عملنا الاحصائيه دي على الاطفال اللي موجودين في المدارس اللي هي بتشتغل فتره ثانيه. باي ذا واي على فكره الرقم ده صحيح وفعلا دي احصائيه اتعملت في مصر، بس ما كملتلكش بقيه المعلومه. ما قلتلكش انها في المدارس الفتره الثانيه، ما قلتلكش انها اتاخدت بس على عينه كانت من 1250 طالب. فبالتالي يوم ما اجي اديك الرقم واقول لك الرقم ده، ساعتها انت لازم هتقيم وتقول الرقم ده صح ولا غلط. عشان كده المشكله مش ان انا احط رقم في شركتي واقيسه. المشكله لما نيجي نحط رقم لازم نحدد الرقم هو ايه، طريقه القياس هتبقى ايه، يعني المعادله بتاعته هي ايه، وتبقى واضحه وصريحه. وبعد كده دوريه القياس هتبقى ازاي؟ هنقيسه كل شهر ولا هنقيسه كل اسبوع ولا هنقيسه كل يوم؟ مين اللي هيقيسه؟ وانا عايز احقق رقم كام؟ يعني ايه يا مروه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني لازم لما تيجي تحط اي رقم عشان تطبق ال3 قواعد بتوع علم الاداره اعمل 5 حاجات. قول انا عايز ان انا اوصل لانتاجيه. ايوه انتاجيه ايه؟ انا عايز اوصل ان انا تبقى عندي انتاجيه الورديه. ايوه حلو. المعادله بتاعتها ايه؟ اجمالي الوحدات اللي تم انتاجها في الورديه. دي المعادله تبقى واضحه. حلو، هنقيسها كل يوم في الورديه. الوحده عندي او الرقم اللي انا عايزه اقيسه كام او نوصل له كام؟ ان احنا ننتج 1000 وحده في الورديه. مين اللي هيقيس؟ اللي هيقيسهم لي الناس بتاعه المخزن اللي بتستلم الانتاج. ساعتها الرقم بقى واضح، بقى عارفين بيتقاس كل قد ايه. المعادله محدش هيشتغلني زي 87% ويقول لي الاطفال بتفطر قبل ما تنزل تروح المدارس. في نفس الوقت الشخص المسؤول لو هو ما قاسهوش انا هعرف اروح احاسبه على انه ما قاس الرقم. في ساعتها هتقدر بمنتهى السهوله تطبق القواعد بتاعه علم الاداره. ما لا يقاس لا يضار، وما لا يضار لا ينجز، وما لا يضار لا يتحسن. بس اهم حاجه الرقم بتاعك يكون محدد. اسمه ايه في العلم؟ اسمه كي بيرفورمانس انديكيتور او مؤشر الاداء. وما تنساش تحط فيه ال5 حاجات اللي قلنا عليهم. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.